مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسي ام. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. قال القيادي في حركه النهضه رياض الشعيبي في حوار عبر امواج اذاعه اي اف ام ان الحركه لن تدعم الرئيس الحالي قيس سعيد، وانها اخطات عندما دعمته المره الاولى في الانتخابات 2019. وشدد على أن المعارضة ستتوحد حول شخصية معينة وجامعة قدرت على إحداث تغيير سياسي واضح، في رد على تصريحات سابقة الأمين العام للحزب العجمي الوريمي حول دعمه لقيس سعيد. وشدد على أن النهضة كان لها مرشحها في الدور الأول للانتخابات الرئاسية الماضية، لكنها دعمت قيس سعيد في الدور الثاني، وهذا كان خطأ سقطت فيه العديد من الأحزاب. وأكد أن قواعد النهضة بالملايين ونسبتهم تصل لنحو 30% من الناخبين أو أكثر، مضيفا أن نحو 3 ملايين ناخب وهم المحافظون في البلاد. وعبر الشعيبي عن رفضه لبعض الأصوات التي تسعى لنزع الشرعية من قيادات النهضة.